يشرفني أن أحضر اليوم لأتحدث إليكم وأستمع إليكم وأحاول أن أجيب على أي أسئلة توجهونها عن القوات المسلحة التي أشعر أنها هي أمل هذه الأمة وليس أمل الأمة فقط، بل هي الحقيقة درع هذا الشعب. فخامة رئيس الوزراء، أيها السادة، جئت إلى هذا البلد العريق حاملا معي تحيات شعب مصر وقيادته إلى الحكومة والشعب الفرنسي، ويطيب لي أن أعبر عن سروري حين ألبي هذه الدعوة الودية لزيارة بلادكم العظيمة ولقاء قادتها وشعبها. وكنا احنا عملنا قبل يوم 7 عملة جريئة لفتت نظر الأمريكان وإسرائيل في إن نسق واحد بالكامل قدره 9 كتايب صواريخ اتحرك في 4 ساعات ليلا يوم 7 قبل الساعة 1 صباحا يوم 8 كان موجود في أماكنه. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لجامعة الدول العربية وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والشرف. أشكركم جميعا وأتمنى أن ربنا يوفاني في خدمة جميع الدول العربية. وأستأذن من سيادة الرئيس وسيادة الأمين العام في الإنصراف. We are able not only to finish this, to continue, but to continue and to give the Israeli army another beating as has been done in the 4th round.